سلام، وصفتنا تاع اليوم هي كيكة تجي خفيفة ومذاقها رائع وكريمة سهلة، سهل التحضير ومقاديرها بسيطة. نتمنى أنكم تتبعوا الوصفة وتجربوها وتنال إعجابكم إن شاء الله. هنا نجيبوا 3 بيضات، نفصلوا الصفار على البياض بهذه الطريقة. نجيبوا المضرب الكهربائي، نحاولوا نطلعوا بياض البيض مع رشة ملح حتى يصبح القوام متاعو بهذا الشكل، ونضيفوا السكر حوالي نصف كأس سكر بالتدريج حتى يصبح قوامه كريمي. بعدها نضيفوا صفار البيض تاعنا بهذا الشكل، ونضيفوا هنا نصف كأس زيت تاني بالتدريج، ونحاولوا نتأكدوا بلي السكر راهو داب في الخليط مليح. هنا نضيفوا حوالي 3 ملاعق حليب. بعدها نضيفوا كأس فرينة مع 2 ملاعق كبار كاكاو وزوز علب خميرة كيميائية. نحاولوا نصيروا جميع المكونات ونخلطوها بهذا الشكل حتى يصبح القوام تاعو متناسق بهذا الشكل. هنا جبنا مول دهناه بشوية زبدة وفرينة. نحاولوا نسويو الخليط تاعنا حتى يصبح سطح واحد، وندخلوه للفرن حوالي 20 دقيقة يطيب لنا. من جهة أخرى نديروا الكريمة تاعنا اللي فيها 2 علب ياغورت مع كأس شانتيي ونصف كأس حليب. الحليب من الأحسن أنه يكون بارد باش يطلع لنا الخليط. نحاولوا نطلعوه حتى يصبح قوامه بهذا الشكل. نحاولوا نقصوا منه شوية، هذه اختياري للتزيين. نضيفوا لها الكاكاو حوالي 2 ملاعق كاكاو ولا 3. هنا بعد ما طاب لنا الخليط نسويو الكريمة تاعنا على السطح بهذا الشكل، نسويوه سطح واحد. هنا من الأحسن أنكم تشربوه، أنا ما شربتوش وجاتني شوية ما هو شايحة. من الأحسن أنكم تشربوه بشوية قهوة ولا حليب. هنا اختياري، كل واحد وش بما يشرب. سيرتو في رمضان تجينا شوية ساردة أحسن. هو في الإفطار تقدروا تشربوه بالحليب عادي، مي في رمضان من الأحسن أنكم تشربوه. هنا رحت زينت الكيكة تاعي، شوفوا في الأخير الله يبارك جا المنظر تاعها يشهي. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم، ونتمنى أنكم تاني تدعموني بالجيم والبارتاج والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شوفوا القوام تاعها، لهنا كنت قصيت معاك بحبة باش تشوفوها كيفاه جات. إن شاء الله تنال إعجابكم، ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.